قبل التفاصيل، توفي صباح اليوم بأحد مستشفيات العاصمة الرباط المحجوبي أحردان مؤسس حزب الحركة الشعبية عن عمر يناهز 100 سنة بعد معاناة مع المرض. ومن المرتقب أن يوارى جثمان الراحل غدا الاثنين بولماس مسقط رأسه. المحجوبي أحردان كان يحمل مسارا سياسيا حافلا سواء إبان فترة الحماية الفرنسية أو بعد مرحلة الاستقلال، طابعا تاريخ البلاد بحضوره في محطات حكومية وسياسية كبرى، وهو من مؤسسي حزب الحركة الشعبية بعد استقلال المغرب بمعية الراحل عبد الكريم الخطيب. وشارك في 8 حكومات، ومن المناصب التي تقلدها وزير الدفاع في أول حكومة يشكلها الراحل الملك الحسن الثاني ما بين 1961 و 1964. بصم المحجوبي أحردان على مسار حافل سواء إبان فترة الحماية الفرنسية أو بعد مرحلة الاستقلال. أشهر قليلة بعد عودة الملك محمد الخامس من المنفى، شغل أحردان أول منصب رسمي في مغرب ما بعد الاستقلال من خلال اشتغاله واليا لمدينة الرباط، لكنه سرعان ما سيدخل غمار العمل السياسي عبر بوابة الحركة الشعبية التي أصبح كاتبها العام في مؤتمرها الثاني بمراكش عام 1962. كما تقلد عدة مناصب حكومية، أولها وزير للدفاع في أول حكومة شكلها الراحل الحسن الثاني، وفي غشت سنة 1964 سيعين وزيرا للفلاحة ثم وزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي في يونيو 65 900 وألف. 8 أشهر بعد ذلك سيعين وزيرا للدولة مكلفا بالدفاع الوطني، وفي الفاتح من مارس عام 1977 سيعين وزير دولة، منصب لم يعمر فيه طويلا حيث شغله فقط ل7 أشهر قبل أن يصبح وزير دولة مكلف بالبريد والمواصلات في حكومة أحمد عثمان. وخلال حكومة الراحل المعطي بوعبيد سيشغل منصب وزير للتعاون إضافة إلى وزير دولة في حكومة محمد كريم العمراني عام 1983 بصفته زعيم أحد الأحزاب الستة الكبرى في المغرب.